مساء الخير. انا حبيت اعمل فيديو كده على ارد فيه على شويه اسئله بتتسال لي. الاسئله المتكرره هما سؤالين يعني اتكرروا كتير، فقلت اعمل عليهم فيديو. السؤال الاولاني ان انا اتسالت الفرق بين الاسبرجرز والاوتيزم، يعني الفرق بين الاسبرجرز والتوحد. أم، الاتنين. الاسبرجرز ما بقاش فيه طبعا اسبرجرز، هو بقى اسمه كله توحد، بس الاسبرجرز لما بيتقال اسبرجرز بيبقى مقصود بيه الشخص اللي هو فعلا ما بيبانش عليه التوحد. يعني الشخص اللي هو، والطفل كمان اللي ما بي يعني يبان من بره شبه التقليديين. آم، ما يبانش خالص لأول وهلة ان هو عنده حاجة غريبة يعني. وبيبقى كمان الاسبرجرز بتبقى كلمة مقصود بيها الشخص اللي عنده كلام. يعني لان مثلا لو طفل متوحد بيبقى طفل عادة محتاج تخاطب كده، فبيبقى سهل الناس تشخصه بالتوحد، يعني سهل يبان فيه التوحد لانه ما بيتكلمش، باين فيه التوحد. لكن الواقع ان كتير جدا على طفل توحد واللي هم اتشخصوا او اللي هم الاسبرجرز اللي هو انفيزبل فيهم الموضوع مخفي، بيجوا عند سن المراهقه بيبقوا زي بعض. يعني بيجوا عند سن المراهقه بيبقوا زي بعض. أم، تمام. يعني انا ابني وهو صغير مثلا كان اللي كان باين فيه غريب ان هو كان مهووس بالنور وما كانش بيبص في على الاطفال ابدا، فعلى طول يعني ايه بينعزل. دي طبعا صفات الاسبرجرز. بس كمان ايه، نقدر نقول برضو ان ده كانه يعني متوحد. هي مش فارقه قوي بصراحه، هي مش فارقه قوي المتوحد. احنا لما بنقول متوحد يعني حد باين عليه، حد ما عندوش باين عليه، باين وهو حتى كبير، باين وهو مراهق، باين عليه ان هو متوحد، بيعمل ستيمنج كتير، باينه من بره. لكن احنا من جوه كلنا زي بعض، مفيش اي فرق بين التوحد والاسبرجرز، مفيش اي فرق. انا لما بقول اسبرجرز هنا لان الاسبرجرز بيبقى يعني بقصد بيه ان هو شخص يخمك، عشان ده الشخص اللي بيتعب اكتر. يعني انت ده الشخص اللي بيعمل ماسكينج يعني بيتنكر، يعني بيحاول يقلد الناس، بيحاول يقف قدام مرايه يعمل اداء، بيحاول يقلد الممثلين، عمال يخبي. فبيتعب اكتر من المتوحد اللي هو ايه ما بيخبيش. يعني لان انا مثلا لما ما اتشخصتش اسبرجرز، يعني انا اتقال لي اوتيزم. هي قالت لي كده يعني، وبعدين قالت لي اسبرجر سابقا، بس هي في الاخر عشان هو اسبرجر اتشال خلاص، كلمه اسبرجر اتشالت، بقى اسمه كله طيف توحد. هي مش فارقه قوي. انا لما بقول اسبرجر بس ببقى قصدي حته الماسكينج، ان هو شخص بيعمل ماسكينج، لان في متوحدين باين عليه الشخص ان هو مش بيعمل حتى ماسكينج، يعني باين عليه. هل في فرق؟ هل ده اغبى من ده وده اذكى من ده؟ لا طبعا. الاتنين عندهم آلام. يمكن بس عشان في متوحدين اللي احنا بنقول عليهم اسبرجر بيبقوا واعيين قوي بالناس، بيتعبوا لانه واعيين بشكلهم، واعيين ان هم اغراب. فانت لو واعي بمشكلتك هتحاول تخبيها، لما هتحاول تخبيها هتتعب. لو انت مش واعي بمشكلتك مش هتحاول تخبيها، زي بالظبط اللي اتولد في الضلمه وما عندوش اي مرجع تاني، فما بيحاولش يدور على النور لان هو فاكر ان هو ده العادي. ده اكيد حالته احسن شويه من اللي اتولد في الضلمه وشاف النور، يعني فحس ان هو عايز يطلع وعلى طول بيحاول يطلع، على طول عمال يتخيل ان في نور. ده الاسبرجرز يعني. لكن الذكاء، مستوى الذكاء ملوش اي علاقه. بالعكس، ده في متوحدين يعني بالعكس فعلا، لان كلنا عندنا مهارات غير متساويه. بس يمكن الاسبرجر كمان بيبقى مقصود بيها ان ده شخص بيعرف يتكلم، يعني عنده كلمات كتير. لو شخص كبير وما بيتكلمش كتير او مش عارف يتكلم بيبان عليه التوحد. يعني الاسبرجر لا، مفيش فرق قوي يعني. بس هو عامة يعني لما بيبان الطفل وهو صغير ان هو عنده توحد، الاثنين بنقول عليه متوحد، ما بنقولش اسبرجر. بس الاثنين بيوصلوا سن المراهقة بيبقوا زي بعض عادة، مش دايما، عادة لو في كلام وكده. بس يعني مفيش فرق قوي. سألت برضو ايه الفرق بين اسبرجرز والبوردر لاين، التوحد والشخصية الحدية. اضطراب الشخصية الحدية ده اضطراب شخصية يعني، والتوحد بنقول عليه حالة نمائية عصبية. في حاجات كتير موجودة في الاتنين شبه بعض، فالسؤال مفهوم هو جاي منين بالذات في البنات. في حاجات شبه بعض. يعني احنا عندنا الشخصية الحدية ليها أعراض معينة، ان هو بيبقى شخص عنده نمط من العلاقات اللي هي مش مظبوطة، عنده علاقات كتير مقطوعة،
يعني علاقات كتير فيها ups and downs، فيها فوق وتحت. بتبدأ دايما العلاقة بالتمجيد، ان الشخص فرحان قوي بالشخص التاني ده، والتعظيم والتأليه، نوع من التقديس يعني. بقابل حد بحاول اعجبه، بحاول اعمل كل اللي هو عايزه، بنبسط بيه جدا، بطلع احسن ما فيا. وبعدين ده النمط يعني بتاع العلاقات. وبعدين لما الشخص ده بيقرب مني ويبدأ العملية تتطور، العلاقة تتطور، أبدأ أنا إيه يعني أقلق منه. ده طبعا بيبقى لا واعي، وأتحول للعكس. يعني بعد ما كنت بعظمه وبمجده أبدأ أشك فيه، وأبدأ أقول عليه خاين، وأطلع مشاكل وأشوف عيوبه والكلام ده كله. العلاقات طبعا من النوع ده ما بتبقاش بتستمر كتير، يعني دي تبقى علاقات قصيرة، يعني الشخص بيقلب. ده أول عرض. تاني عرض ان الشخص بيبقى خايف من الهجر، يعني مرعوب من الهجر، مرعوب ان هو يتساب. طبعا بنشوف شويه ان في حاجات شبه التوحد، يعني في التوحد برضو عندنا ناس كتير في الماسكينج بتحاول انها تعجب الشخص اللي قدامها. يعني انا كشخصيه كنت بعمل كده، وكنت بتعب فبمشي، فدي تبان كانها بوردر لاين. زي بس الفرق بقى ان ده جاي من حته وده جاي من حته تانية. البوردر لاين الشخصيه الحديه يعني ما بيقدرش قوي يبقى لوحده، هو بيبقى عايز حد، بيبقى محتاج علاقة. فعنده نمط كتير من العلاقات. يعني ده اول حاجة. تاني حاجة بيبقى خايف جدا من الهجر، فبيبقى خايف دايما يتخان، خايف يتساب، حاسس ان هو هيتساب، حاسس ان هو هيتخان، لان من جوه هو حاسس ان هو ما يستحقش ده. وده بشكل لا ادراكي، لان هو في الاخر اضطراب شخصيه وبيجي من التعلق وكده، والطفل وهو صغير. فبيبقى عنده نوع من التعلق اللي هو بنقول عليه انكشس، متوتر ان هو هيتساب، مرعوب يتساب. ممكن يفسر اي حاجه صغيره على انها ده انا بتساب، ده بيسيبني. يعني مثلا لو انا عندي بوردر لاين وكلمت حبيبي مثلا وحبيبي ما ردش، ابدا اقول ده بيسيبني، ده ايه ده سابني، ده هيسيبني كده. في النوع ده شويه، البارانويا دي بتبقى موجوده عند البوردر لاين. بعد كده عندنا الاندفاعيه. يعني طبعا البوردر لاين مندفع جدا، عنده impulsivity. فعشان كده ساعات كتير بيبقى في الشخصيه الحديه دي بيبقى مثلا نوع من اضطراب في الاكل، نهم، impulsivity يعني هي الاندفاعيه. اي بقى حاجه كده، ممكن ادمان مخدرات، ادمان حاجه، ايذاء النفس، دي كلها بتقع تحت الاندفاعيه. العادات اللي في الاكل مش كويسه، ادمان، الكلام ده كله. المود بيتغير، المود اللي هو المزاج بيتغير بسرعه في اليوم نفسه، اسمه الشخصيه الحديه. بيتقلب في لحظه، وبيبقى واضح جدا. يعني الشريك بتاع الشخص بيقول مش ممكن، ده قلاب، ده بيقلب فعلا فجاه. ودي اللي احنا بنسميها البوردر لاين ابيسود، اللي هو جات له الحاله بتاعت البوردر لاين، اللي هو بيبقى ايه. بوردر لاين مقصود بيها على شفا حاجه، على حافه. هي اصلا مقصود بيها بوردر لاين سايكوتيك، يعني على حافه الانهيار، على حافه ان هو يجيله يهلوس، يجيله ذهان، مش ذهان يعني بجد، بس يتجنن، يعني يفقد عقله. فهي مقصود بيها كده البوردر لاين. وطبعا دي بتبقى واضحه جدا. في بنشوف ساعات مثلا ان الشخص ما عندوش هويه، يعني شكله ممكن يتغير في اليوم الواحد، بيتغير جامد. الشكل هنا بيتغير مش مقصود بيه ان هو فاشن يعني ازياء، لا، هو بيتغير لاني انا بحاول دايما اكون شخصيه، انا فاضي، يعني انا من جوه ما عنديش هويه. فبحاول اعمل هويه، بحاول انضم مثلا لجماعه معينه، اقلد حبيبي ده، اشوف بيحب ايه فابقى زيه، فابقى اقلده، اشوف الحاجه اللي بيحبها والبس الدور ده، البس دور معين. يعني البوردر لاين لانه هو بيبقى شخص حاسس ان هو فاضي، والاحساس ده بيبقى موجود عند البوردر لاين. انا سمعته كتير، يعني انا ما اعرفوش، بس هو احساس هو بيقولوا انا حاسس ان انا بفضاء فعلا فاضي. فالفضاء ده بيخليهم يتحولوا لشخصيات، مرة يبقى كذا، مرة يبقى شخصية كذا، وممكن يتغير كل يوم مثلا يعني امبارح كان شخص كان واخد شخصية روك اند رول، النهارده واخد شخصية متدين كده. بيتغير بجد، بيتغير كتير، لانه دايما بيحاول يدخل في هوية، بيحاول يبقى عنده هوية. الحاجات دي طبعا ممكن نلاقيها في التوحد شوية يعني، بس البورد لاين بيبقى اوضح. يعني هو كمان بيتشخص البورد لاين من اول المراهقة فما فوق، ما بيتشخصش في الطفولة. يعني انا هقول فرق طبعا بينهم. ممكن يجوا مع بعض اكيد. ايه تاني؟ خوف من الهجر طبعا، اللي هو الشخص بيبقى ماسك في حبيبه، بس في نفس الوقت برضو بيقلب عليه. يعني هو ده بقى شخصية حدية بقى بتقلب.
هو ده معروف طبعا، بيبقى عنده الشخصيه الحديه بتقع اصلا في مجموعه ب اللي هي فيها الاضطراب النرجسيه. فطبعا البوردر لاين والنرجسيه وجهين لعمله واحده. فبيبقى فيه طبعا تلاعب، بيبقى فيه تهديد ان هو بالانتحار، معروفه طبعا دي واحده من الاعراض، اللي هو ايه suicidal ideation، يعني الشخص فكر في الانتحار، حاول ينتحر، ممكن يأذي نفسه، يطفي سجاير في ايده. انا كنت اعرف حد كده، يهدد بالانتحار فعلا. انا كنت اعرف حد كده يعني. طبعا بيبقى فيه غضب عنيف جدا، ده واحد من الحاجات اللي بتحصل في البوردر لاين، غضب عنيف جدا. الغضب ده بيبقى واضح بس مش شرط. احنا عندنا حاجه اسمها كوايت بوردر لاين، الشخصيه الحديه لما بتكون جواني، فبيغضب على نفسه، بيغضب على نفسه هو. تمام. عندنا هو عامل شويه زي الاي دي اتش دي برضه في حته القلبان المزاج ده قوي. تمام، هي دي تقريبا اعراض البوردر لاين. هل في حاجات شبيهه بالتوحد؟ اكيد. يعني في التوحد عندنا مثلا ان الشخص ممكن واحده بنت تصاحب واحده وتبقى ماسكه فيها، مش قادره تتخيل انها هتسيبها، فده ممكن تترجم ان هي خوف من الهجر. لكن اللي بيفرق هنا ان الشخصيه الحديه نمط مستمر من العلاقات البايظه، يعني الشخص عايز علاقه مش عارف يعملها. احنا برضه عندنا ده في التوحد، ان في التوحد احنا بنبقى عايزين علاقه بس مش عارفين نستمر فيها. لكن البوردر لاين بيبقى دايما في، يعني ايه، دايما في النمط ده. في فرق كبير بين البوردر لاين والتوحد، وده انا دايما ده اللي انا بقوله، يعني دي حته انا ما قلتهاش في حته، بس ده رايي انا. حته ان التوحد لما بيعرف ان هو عنده مشاكل بيحلها. يعني مثلا انا كشخص متوحد لما يجي حد يقول لي انت بتقلبي، انت حديه في التفكير، يعني وانس انا عرفت ده بغيره، عندي القدره ان انا اغيره. البوردر لاين ممكن اقول له كده ويفهم، بس ما عندوش القدره ان هو يغيرها، محتاج طبيب، محتاج معالج نفسي، ومحتاج ادويه. ليه ما عندوش القدره؟ لان هي نابعه من مصدر تاني، نابعه من مصدر مشاكل في التعلق. مشاكل في التعلق دي علاقه بالام والاب والكلام ده، ان الشخص فعلا عنده نوع من التعلق متوتر جدا. بينما اغلب المتوحدين عندهم التعلق اللي احنا بنسميه dismissive avoidant، اللي هو بيتجنب. بالعكس، يعني المتوحدين عندهم حته التجنب، ان هم في علاقاتهم مقفولين شويه. حتى لما يخشوا علاقه تلاقي الشريك بتاع المتوحد ده يقول نفسي بس يرد عليا، نفسي يبقى معايا اكتر. البوردر لاين العكس، البوردر لاين العكس لما بيخش علاقه بيلزق قوي. بس طبعا مفيش قاعده واحده، ده اللي شائع. لكن طبعا في ساعات البوردر لاين بيمر بمرحله بيبقى عامل زي السكيزويد شويه، يعني بيقعد لوحده، بينفصل تماما ممكن. فهي العمليه طبعا محتاجه معالج نفسي، عشان ان في الاخر خالص العلاج بتاع البوردر لاين بيمشي على مشاكل التوحد. هو اسمه dialectical behavior تقريبا، انا اسفه بقولها غلط، بس هو نوع من العلاج المعرفي السلوكي. فبرضه لان هو بيبقى موجه لحته الحديه في التفكير والحديه في المشاعر، فدي موجوده في التوحد، فبتساعد في التوحد. بس طبعا بيبقى فيه لازم ادويه، لان البوردر لاين بيخشوا كتير في ايذاء النفس، وبيخشوا في السلوكيات الاندفاعيه. يعني سواء مثلا ممكن يبقى جنس كتير، في دي موجوده، عامل زي الاي دي اتش دي شويه. ممكن يبقى ادمان، انا شفتها دي كتير كمان اكشلي، الادمان ده بالذات. وعند البنات بيبقى فيه مشاكل في الاكل والنهم. وطبعا اللي انا قلته ده مفيش حاجه واحده يعني. لان بيبقى الاضطراب المزاج عالي جدا جدا. في هوس طبعا موجود، انا نسيت في البوردر لاين، هوس بالشخص، هوس بالشخص. يعني عندي نمط من العلاقات بتهوس بيه بالشخص. طبعا ده برضو شبيه شويه في التوحد، في التوحد كده. طيب ازاي نفرق بقى بينهم؟ عندنا برضو في التوحد حته الانتحار، يعني ان انا ممكن في التوحد الشخص ممكن يحاول الانتحار، ممكن يأذي نفسه. لان في التوحد حاجه بالذات في المراهقين المتوحدين، في حته ايذاء النفس ده. لان بيبقى ساعات الاهل، الام والاب، بيعاقبوا الطفل ده كتير. الطفل المتوحد عنده القوانين مهمه، فهو ساعات بيحس ان هو عمل حاجه غلط، فبيبقى عايز يعاقب نفسه، فبيجرح نفسه لانه بيحس ان هو يستحق يتعاقب. دي موجوده في البوردر لاين برضو، بس جايه من ناحيه تانية، ان البوردر لاين لما بيأذي نفسه سواء بالسلوكيات الوحشه، بالاكل، بالجنس، بالادمان، بالكلام ده كله، لما بيعمل كده بيبقى بيعمل كده عشان حاسس ان هو ما يستحقش يتحب، ما يستحقش يتحب. فمش بيعاقب نفسه على حاجه هو عملها، لا، هو حاسس ان هو فعلا ما يستحقش يتحب. طيب
ايه قريبين قوي من بعض طبعا باللي انا قلته دلوقتي ده، لكن طبعا الفرق بينهم واضح. زي ما قلت اول حاجة ان التغيير، لما حد انا كمتوحد يقول لي اتغيري لان ده غلط، انا بعقلها طبعا وفعلا بتغير، وده حصل لي انا شخصيا. دي حاجة. يعني انا لما انا عندي مشكلة ان انا مش عارفة اعمل الحاجات، كل حاجة محتاجة بالنسبة لي منهج. اي ريلي معرفش، انا فعلا مش عارفة حتى اصاحب بنت، مش عارفة ايه امشي ازاي. ممكن ابدأ علاقة ما كملهاش، ده زي البوردر لاين، يبان ان انا مشيت عشان خايفة عشان يعني جالي ابيسود بوردر لاين. مش حقيقي، هو بيبقى انا مش عارفة اعملها فعلا، فبيجيب لي توتر. تمام. لكن لو المتوحدين دول اتقال لهم يعملوا الحاجه ازاي، خلاص بتتصلح. لكن طبعا البورد لاين محتاج معالج نفسي ومحتاج ادويه. التوحد مش محتاج ولا معالج نفسي ولا ادويه. تمام. توحد لوحده كده مش محتاج حاجه، يعني هو مش مرض. ايه تاني؟ نمط من العلاقات الغير متزنه، نمط كتير، ده موجود في البورد لاين مش موجود في التوحد. التوحد ممكن تبقى علاقه علاقتين لكن مش نمط. يعني انا اتجوزت لمده 11 سنه، فده برضو بيعرفك نوع يعني الشخص ده يقدر يقعد في علاقة كتير. بس طبعا ما تتحسبش كده، لان ممكن حد يقعد في علاقة ويخون كتير. يعني البورد لاين بيحصل له كده ساعات. مش بقول البورد لاين خاين، والمتوحدين برضو ممكن يخونوا، انا ما اقصدش كده. انا اقصد اقول ايه، يعني البورد لاين مثلا عنده حاجة ان هو ايه، ممكن يخون في علاقة علشان حاسس ان هو الحب راح، لان هو بيبقى دايما بيبقى في احسن حالاته وانت معلقه. لكن اول ما بتتجوزوا بيحس ايه ده، طب وبعدين يعني. هي دي حته عميقه شويه انا دخلت فيها، بس يعني anyway انا برضه ما بحبش اعمم قوي، لان لازم معالج نفسي هو اللي يشخص الحاجات دي يعني. طبعا عدم الاحساس بالهويه ده مش موجود في التوحد. المتوحدين مش ما عندهمش هويه، بالعكس. يعني انا شخصيا بفكر في هويتي ان انا شخص بيحب القراءه، بيحب العلوم، بيحب يعمل شعر، يعمل بوريك. عندي هويه شويه يعني. فهويتي مش في العلاقات. البوردر لاين هويته بتتحدد بالعلاقه. يعني انا كنت اعرف حد بوردر لاين، وكان كان بيقول على نفسه ان هو مهم علشان هو معايا. يعني كان بيقول ايه، ان انا يعني انا هو من غيري هو ولا حاجه. فده شويه خلاني اقلق، اللي هو هو ده حب غريب يعني انت من غيري ولا حاجه. يعني معنى كده ان انت بتحدد هويتك عن طريق العلاقه اللي انت فيها. فده موجود في البوردر لاين. يعني انا لازم ابقى عندي هويه، ابقى منضم الجماعه، معايا حد، فهي متعلقه بالناس. المتوحد مش كده، المتوحد هويته موجوده وهو لوحده. ولو ان طبعا ان ساعات بيحصل ان المتوحد بيقول انا فاضي من جوه، فده معرض يحصل. لكن الفكره هنا في النمط الاحساس ده، نمط العلاقات، نمط متكرر، ده اللي بيحدد البوردر لاين. تمام. ممكن يجوا الاتنين مع بعض اكيد. لكن التوحد بقى، التوحد لو عايزين نفرق بين ده، عايزين نعرف هو ده توحد ولا ده بوردر لاين، نقول ايه بقى؟ نقول ان التوحد بيبدا من طفوله. في السنسوري سنسيتيفيتي اللي هي الحساسيات. الطفل ده لازم يكون كان عنده حساسيات، كان عنده اختلاف في الحواس، وكانت باينه في سلوكه. كانت باينه في سلوكه، بيقرب من حاجه قوي، بيبعد عن حاجه قوي. غير متزن في حركته، عنده الحس العميق مش مظبط، بيخش في الناس ما بيخش، بيمشي على تطيف صوت. دي كلها ايه؟ بتدل ان في سنسوري، بيخاف من الاصوات، بيحب الاصوات قوي، بيحب اصوات معينه، بيخاف من اصوات معينه، عنده هوس بحاجه. الهوس في البوردر لاين اصله في البني ادمين، بس هو ممكن انا كشخص متوحد عامه لما بخش علاقه بتهوس بالشخص، مش بتهوس بيه، بتهوس بالحاجات اللي بيحبها. مش بتهوس بيه هو، بتهوس بالحاجات اللي بيحبها شويه، وده كان في الاول يعني. لكن البورد لاين بيبقى الهوس شويه ايه، انا مهووس بيك انت، بالنسبه لي كانك اله. هو حتى اسمها favorite person، ان ممكن اتهوس ببنت. يعني في البوردر لاين البنت ممكن تتهوس ببنت تانية، ممكن تتهوس بشخصيه معينه تفضل عايزه تتكلمها. التوحد ده نمط بقى مستمر. التوحد ما فيهوش الحته دي قوي يعني، او ما فيهوش النمط ده. التوحد فيه هوس، بس مش هوس بالبني ادمين، هوس بالاشياء. ممكن حد متوحد، انا كنت مهووسه بفرقه مزيكا يعني، بس مش مهووسه بالشخص وعايزه اجري وراه وحباه وبقدسه. ده موجود في البوردر لاين، وده عامه حصل معايا كتير. يعني شفت ناس كده عملوا معايا انا كده كتير. فده بيبقى فرق بين التوحد والبوردر لاين. الحواس طبعا مش موجوده في البوردر لاين. السنسي سنسيتيفيتي، الروتين طبعا والتكرار وحب القوانين والثوابت، ده طبعا مش موجود في البوردر لاين، ده موجود في التوحد.
الروتين. التوحد كمان فيه هوس اللي هي سبيشال انترست، هوس حلو، هوس بيخلي الانسان يبان ان هو ذكي، هوس في مواد معينة، هوس في الكمبيوتر، هوس في الرسم، هوس في الشعر، هوس في اي حاجة الشخص عارف تفاصيلها كلها بشكل غريب، بشكل يبان ان هو جيك، يعني ايه ده، برافو، ده انت عارف تفاصيلها كلها. طبعا ده بيبقى ممكن يبقى هوس واحد او ممكن يبقى كذا هوس في حياته، يعني يتهوس مثلا في المزيكا شويه، يتهوس في الرسم شويه، يتهوس في الصناعات الحرفيه. ده مش موجود في البوردر لاين. تمام، ده يعني ده موجود في التوحد، بنعرفه موجود في التوحد، ولازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود من ساعه الطفوله كمان، لازم يبقى موجود من ساعه الطفوله. البوردر لاين لا. تمام. في حاجه اسمها بارانويا في البوردر لاين، ان انا اشك ان الشخص بيخوني، بيتكلم عليا دول ضدي. يعني ده ما بنلاقوهوش قوي في التوحد، ساعات بنلاقيه بس ده مش حاجه موجوده في التوحد كتشخيص. آم آم يعني احنا بنشوف حاجات زي بعض بس المصدر مختلف. اتمنى اكون قلت كده الفرق. يعني في حاجات انا كنت بعملها تبان جدا انها شبيهه بالبوردر لاين، يعني ديفنتلي لو في طبيب ما يعرفش البوردر لاين وانا رحت له كشخص متوحد وانا ما اعرفش ان انا متوحده، هيشخصني بوردر لاين. ودي حصلت كتير، شفتها مع الاي دي اتش دي، شفتها مع ناس اي دي اتش دي، لان اي دي اتش دي فيه تقلب المزاج. فطبعا ما فيش حد بيشخص في مصر اي دي اتش دي، قليلين قوي يعني. فلما بيروحوا الطبيب بيتشخصوا بوردر لاين فعلا، لان هو ما عندوش تقلب مزاج كفايه انه يتقال عليه باي بولر. الباي بولر المزاج بتاعه مش بيختلف في اليوم، ده بيختلف في في ايام ولازم يجيله مانيا. المانيا معروفه. بس الشخص الدكتور بيشوف كده حد مش عارف، هو مش اي دي اتش دي وهو مش باي بول، هو ما الطبيب ما يعرفش اي دي اتش دي، انا اسفه. فبيلاقيه بيتقلب، يعني بالوصف بتاع المريض، يعني ان مزاجه متقلب على طول، ما عنده مود وحش، عنده انجر ايشوز، بيغضب جامد، بيغضب على نفسه، بيجرح نفسه، بيخش في عادات مش عارف يوقفها. الحاجات دي موجوده في الاي دي اتش دي، موجوده في الاي دي اتش دي. فطبعا بيتشخص بوردر لاين. ايه الفرق بين اي دي اتش دي والبوردر لاين؟ ده سؤال كويس الحقيقه. مش عارفه الاجابه عليه. زي ما قلت الاي دي اتش دي مش شرط يبقى فيه هوس بالبني ادمين. البوردر لاين لازم بيبقى هوس بالبني ادمين، في التقديس، التأليه وان انا استحقرك، ده موجود جدا في البوردر لاين. ده مش موجود في الاي دي اتش دي، مفيش كده. الاي دي اتش دي بتبقى مشاكله كمان واضحه في حته ان هو مش عارف يا اما ينظم نفسه، مش عارف، هو عارف ايه الصح ومش عارف يعمله، يعني عنده مشاكل في الاكزيكتيف فانكشن، يعني في المهام التنفيذيه، مش عارف يلتزم بشغله، مش عارف يلتزم بمواعيده مثلا، ده مثال. مش عارف ينظم حاجته، مش عارف ينظم حاجات بتسقط منه، الحاجات في حياته بتسقط منه. البوردر لاين شويه مش داخل في الحته دي، هو داخل في حته تانية اللي هي العلاقات والتعلق وانا والاخرين وانا عايزه الشخص يبقى معايا، ومش في بينا جذب وشد الكلام ده كله. تمام. لكن ممكن يجوا مع بعض. هي في الاخر مش فارقه قوي، لان انت على حسب مشاكلك فين، يعني مشاكلك في المهام التنفيذيه فبنركز ان احنا نديك تشخيص اي دي اتش دي علشان ده اللي هيساعدك مش اكتر. عندك مشاكل مثلا في الحته الاجتماعيه وفي الحته المشاعريه، نظريه العقل ناقصه في البوردر لاين وناقصه في التوحد. نظريه العقل هي ايه؟ ان انا مش فاهم الناس بتفكر ازاي، او متخيل هما بيفكروا بطريقه معينه وهم مش بيفكروا خاص بالطريقه دي، فانا يعني فاهمهم غلط جدا. دي طبعا موجوده في البوردر لاين وموجوده كمان في التوحد. فعشان كده العلاج اللي هو المعرفي السلوكي في البوردر لاين بيتريجر، بيتارجت، انا اسفه، بيتارجت، يعني بيوجه، بيبقى موجه ناحيه الحته دي، ان انا يعني اقول لك طب ما الشخص التاني مش شيطان ولا هو اله، طب ما تعامله بوسطيه، يعني كده انا كده بديك نظريه عقل هنا هتنفعك برضو كمتوحد. انت محتاج دي كمتوحد برضو، ان احنا كمتوحدين عندنا الحته دي، عندنا نقص نظريه العقل. بس التوحد مشاكله اكتر في التواصل وفي فهم النفس وفهم الاخرين، مشاكله مش في التعلق والكلام ده. البوردر لاين بيبقى بيقول انا عندي مشاكل كتير، انا مندفع، انا بقلب فجأة، فجأة يلاقي نفسه بيحب الشخص جدا بيقدسه، وبعدين تاني يوم بيخونه، وبعدين يندم، يعني مشاعر كتير قوي، حاجات كتير قوي متقلبة كتير. دي مش موجودة في التوحد، يعني مش واحدة من تشخيص التوحد اصلا. ممكن تبقى موجودة في المتوحدين
بس مش كرايتيريا، مش مقياس تشخيص. تمام. فانت ومشاكلك، والله لو مشاكلك في المهام التنفيذيه بنقول مثلا ده ADHD، مش عارف تنظم نفسك، حياتك بتقع منك، مش عارف تكنترول نفسك خالص، بنركز على ADHD. لو انت عندك مشاكل مش بتفهم الناس صح، حاسس ان انت مش عارف تعمل صحاب، حاسس ان انت بتخش علاقه وما بتنتهي فعلا ومش عارف انت عملت ايه، انت مش عارف تكمل فيها ازاي، عايز تبقى لوحدك، عايز تبقى بعيد، ساعات بتبقى عايز تنعزل، وساعات بتبقى عايز مش عارف تعمل ايه، بتتعب بسرعه، دي كده مشاكل توحد، دي كلها مشاكل توحد. عندك افكار، هواجس كتير، مش هواجس على الشخص، هواجس في الحياه كلها. تمام. عندك تاريخ من الفوبيا، من البانيك كده، طبعا ده ايه؟ توحد. بتفهم اللغة غلط، اللغة نفسها بتفهمها ساعات غلط، كل ده ايه؟ تحت التوحد. مشاكلك بقى في العلاقات، ان انت فعلا عندك مشكلة في العلاقات، حاسس انك ما عندكش هوية، مش عارف انت مين، يوم انت كويس، يوم بتقول على نفسك شيطان، يوم بتقول على نفسك مقدس ونظيف، يعني مش عارف انت مين، مش عارف تحط شخصيتك فين، على حسب انت مع مين. شخصيتك بتتحدد بالعلاقات كمان، دي موجودة في البوردر لاين جدا. الشخصية الحدية اهميته بتتحدد في العلاقات، اهميته بتتحدد من العلاقة، لازم يبقى في علاقة. ولو هو مش في علاقة بيخش في نوع من الادمان، او بيخش في سلوكيات وحشه، اللي هي بيقولوا عليها امبالسيفيتي، سلوكيات اندفاعيه. انا عماله اكرر نفسي، انا اسفه. لكن هو دايما عنده فراغ، فمحتاج بيملاه بالايه؟ بالعلاقات، او بيملاه بالادمان، او بيملاه هي دي بالظبط اللي بتحدد البوردر لاين. توحد ده مش جزء من التوحد، مش في المقاييس التشخيص. ممكن يجوا مع بعض طبعا، ممكن الثلاثه يجوا مع بعض طبعا. انا بقول دايما ان اللي عنده ADHD بيبقى معرض جدا ان هو يجيله بوردر لاين، بحس بكده، عشان تقلب المزاج والبحث عن الإثارة، والإثارة دي بتبقى دايما سلوكيات اندفاعية، يعني جنس، أنا أسفة، بنج، نهم، حد بياخد حبوب، حد كده، بس ده بيبقى شكل متكرر، مش جزء في حياته، ده نمط في حياته، مش عارف يوقف السلوكيات دي خالص، نمط مستمر. لأن ال ADHD لما بياخد دواء، لما بياخد أكشي دواء، بيبطل يجيله النهم، ده موجود في ال ADHD، بيبطل يجيله البنج ده، بيبطل يجيله البحث عن الإثارة. يعني كل ال ADHD لما بيتعالجوا، لما بياخدوا الدواء، دواء زي ستراتيرا، الدواء اللي هي الأدوية دي، كونسيرتا، الكلام ده كله، أو أدرل، بيتعالجوا بيروح من عندهم النهم، بيروح من عندهم الاندفاعية، بيروح من عندهم الإثارة، بيروح عندهم ان هم يسقطوا حاجات، بيبقوا مركزين، بيبقوا قادرين يقوموا يعملوا شغلهم. طبعا حياتهم بتفرق جدا جدا بالدواء، لان هو اصلا نقص كيماوي. البوردر لاين فيه نقص كيمياء فعلا، وممكن يجي لهم سايكوسس كمان، ممكن يجي لهم ذهان، ده واحد من المقاييس التشخيص. بس البوردر لاين لو اديته دواء بتاع ADHD مش هيتعالج، لان مشاكله جايه من التعلق، مش جايه من المهام التنفيذيه، ولو ان في سلوكها شبيهه بالADHD، لان عنده اندفاعيه. تمام. بس عامه هو بياخدوا علاج، لكن بيفضل برضو في مشاكل لازم تتحل مع معالج نفسي. لان برضو جزء من الحاجات اللي عندهم ان هم عندهم حاجه اسمها صدمه مركبه، ليها علاقه بالطفوله وكده والتعلق. انا اتمنى اكون رديت. اللي عنده اي سؤال يحطه. شكرا.